طيب خلاص ماشي اوكي. النهارده معايا حد مش بس يعني صانع محتوى، هو صانع محتوى وممثل صاعد. معايا حد من اكتر الشخصيات الفيري كرييتيف على اللي بدأت على السوشيال ميديا ولسه مكمله، وكمان دلوقتي هو طريقه في حته تانية. فانا مبسوطه جدا ان انا معايا عمر شرقي. ازيك يا ندى؟ ازيك يا عمر؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا مبسوطه قوي قوي ان انت معايا وانا النهارده جدا بجد. والله متعب. هقوم اجري في الاوضه. وحاسه ان احنا هنتكلم كتير وهنقول للناس على حاجات كتير. فتعالى كده اخدك يعني ورا حبه كده زي ما لفة بيقولوا كده، ايوه ناخد بالظبط. لفة. انت بدات امتى؟ أنا بدات صناعه محتوى تحديدا امتى؟ بدأت من زمان، بس يعني لو هنتكلم بروفيشنالي او يعني على السوشيال ميديا، اللي هو ابتديت اتشاف من 2017. بس قبل كده حاولت افرك كتير قوي، ما جاتش سكه. بجد والله؟ كتير. ليه؟ يعني انا مثلا فاكره ان انا كنت من الناس اللي متابعاك على الفيسبوك تحديدا. ما هو انا كان تقدم فيسبوك. صح؟ ما هو كان فيسبوك هو الحاجه اللي هو اكبر بلاتفورم بيتشاف عليه الحاجه، لان كان ساعتها كان في ايه يوتيوب، بس يوتيوب كان محتوى مختلف شويه، مش قصير يعني، كان محتوى صح. اكبر من كده بكتير، يعني محتوى يعني مستمر، فيه استمراريه اكبر، حلقات متواصله. باسم يوسف مثلا ساعتها كان عامل طبعا اللي هو قبل البرنامج يعني. فكنت هتلاقي ناس قليله، مع ان احمد امين برضو، انا افتكرت الموضوع ده. أيوة. احمد امين تعرف من فيديوز اللي هو 30 ثانيه دي من زمان جدا، وكانت على يوتيوب. فده كان حوار غريب، مع اني بحس ان يوتيوب بلاتفورم للفورماتس الاطول يعني. دي حقيقه فعلا. بس انا فاكره ان انت حتى كنت مركز قوي في حته السكتشات، صح؟ دي كنت انت يعني هي بالنسبه لي اصل انا بعمل سكتشات بجد من زمان، من قبل ما تعرف على فيسبوك. من امتى بقى؟ من زمان تقريبا. يعني كنت بنزل على النت من امتى؟ من 2011، من بعد الثوره. من بعد 2011 يعني، صح؟ واول ما الفيديوهات بتاعتي اتشافت وبقى عندي فولورز، دخلت مسحت كل الحاجات القديمه دي. ليه؟ فضيحه انت. ودينا في ده يعني. اوكي. رحت داخل مسح كل حاجه، انا دخلت مسحت صوري تاني. انا اول ما لقيت ان في فولورز بيجوا وبتاع، رحت داخل مسح كل حاجه وعامل كل حاجه برايفت. بس ما حسيتش مثلا ان هم جم عشان شافوا اوريدي المحتوى اللي كان بيتقدم ده ولا لا هو كان فيديو واحد اللي ضرب، وكنت فاكر ان هو ده خلاص الفيديو، ما كنتش عامل حسابي ان اللي بعده هيتشاف واللي بقى فاهمه يعني. ما كنتش واخد بالي من الحته دي خالص يعني. طيب انت هل وانت بتكتب السكتشات بيبقى وانت بتعملها زمان، هل انت كنت اللي هو انا عندي فكره او حاجه معينه عايزه اوصلها للناس؟ انا كنت بحسك ان انت بتمثل، مش مجرد واحد بيعمل فيديو يعني. دايما دي اللي كانت الحاجه اللي بتشدني دايما ان انا اتفرج على عمر بصراحه يعني. انا والله حتى بتفرج عليك من قبل ما نعرف بعض. بجد؟ لا كنت متابعاك يعني. انا ما يعني طول عمري عايز امثل، بس ما كنتش متخيل ان التمثيل هيجيلي من الفيديوز. فحتى لما ابتديت اعمل فيديوز، بقولك في اول فتره دي كنت خلاص ده على جنب، انا بعمل فيديوهات بس في نفس الوقت بدور، وكنت بروح اعمل اوديشنز، وكنت بروح عشان امثل. فما كنتش رابط الاتنين ببعض. اوكي. وما كنتش اعرف ان السوشيال ميديا باورفul الدرجه دي، لغايه ما اكتشفت ان اول مسلسل انا اترشحت له كان ترو فيديوهاتي اللي على السوشيال ميديا. ما كنتش اعرف، انا كنت فاكر ان هي يعني كان ايه بقى؟ كان كانه امبارح. ده 2017 كان حلو قوي بصراحه. انا كنت واخد كنت عامل اوديشن على دور وما خدتوش، كان كبير عليا. يعني حاسس ان هو انت لسه مش هنا خالص. انا احييك على صراحتك. انا طب اقول لك على حاجه، انا معايا الاوديشن دي كنت اتفرجت عليها. لا يا رب. والله العظيم بشع. والله العظيم بجد. بس على فكره كويس ان انت شايف كده. كنت خايف جدا، كنتش واثق في نفسي خالص. وكنت وبعد الاوديشن بقى اللي هو ايه يا جماعه، طبعا انتوا مالكوش دعوه بالاوديشن، احنا في المسلسل هنبقى احسن من كده بكتير. يقولوا لي ما ادونيش الدور ده طبعا. انا جاي اعمل اوديشن بس ده مش مستواي الحقيقي، استنوني في المسلسل يعني. بالظبط، انتوا هتقيموني وانا قاعد على كرسي على اوديشن. فلغايه ما رحت بقى مديني دور اللي هو لؤي ده. انا دلوقتي لما ببص للستبس دي بحب ان انا الخطوه خطوه دي اتعلمت فيها حاجات بطريقه لذيذه يعني. حسيت ان انا الاول دخلت جسيت نبض كده، اشتغلت مع ناس جامده قوي يعني، برضو كمخرجين جامدين جدا. اوكي. حاتم علي الله يرحمه، حسين منباوي، احمد خالد موسى، جندي، احمد الجندي. بعد كده مين تاني؟
دي كلها يعني ادوار صغيره ولا حسب كانت مش يعني كانت ادوار في يعني لما اتقدمت كنت بشتغل في حاجات ناس مهمة، امم وكنت بطلع ادوار صغيرة، فكنت عاجبني ان انا بجس نبض، بشوف الناس هتشوفني ازاي، يعني على قد بالظبط. اللي هو ايه الكومنتس اللي هتبقى من الناس القريبة، واعرف ايه في نفس الوقت كنت عايز اعرف العالم بتاع التمثيل ده، لاني تمثيل. مش فاهمه. لان انا بحس ان التمثيل ده بجد عالم مختلف خالص عن العالم بتاعنا ده. دي حقيقه انت بتخش ليه فعلا. قوانينه، ليه رؤسائه، وليه الشعب بتاعه، فاهم. فانا بحسه عالم مختلف خالص. فان انا ادخل افهم العالم ده ولغته وطريقه التعامل فيه والعيشه فيه. على فكره في ناس بره الوسط الفني بجد هقولها لك كده، مستوى اجتماعي معين، وجوه الوسط الفني مستوى اجتماعي معين، فاهمه. بجد والله يعني هو ترتيبه في الحياه ملوش علاقه بترتيبه في بترتيبي الوسط في بجد. الحته دي. فاهماني، فاهمه قصدي، فاهمك. يعني هتحسيه عالم مختلف، انت بتخش بوابه عالم تاني كده. تحس ان انت كده كانك شخص تاني بقى، الشخص اللي جوه مش لازم يبقى بالظبط قصدي يعني نفس مثلا المستوى بتاع بالظبط، فهي حياه مختلفه، فكنت لازم اتعلم ازاي اتعامل فيها يعني. طب انت برضو من ضمن السكتشات اللي انت كنت عاملها كنت انا بضحك عليها قوي، انت كنت عندك واعتقد ان هي لسه ما زالت عندك تالنت ان انت كنت بتقلد، صح؟ صح. وانا فاكره ان كان في فيديو معين كده انت ممكن تفتكره اللي هو بتاع عادل امام، فاكره؟ ما هو كان كتير فيهم عادل امام بس كان في واحد كده كان معلم في دماغي قوي، انا لدرجه ان انا حسيت اللي هو عارف لما تحس ان انت لو غمضت عينك هتسمع عادل امام. انا أيوة. كنت قعدت اعيد الفيديو في اللقطه دي لان كنت ساعتها اتفرجت عليه كنت بضحك قوي، اللي هو لما في لقطه من كتر ما ضحكت فاللي هو ما بصيتش على الموبايل، حسيت اللي هو لا ده مرعب. أيوة ده ازاي قلده كده. عادل امام يعني انا دايما بقول هو حد بقى من ثقافتنا، مش بنقلده بس، هو دي خلاص حقيقة بقت طبعا. ثقافتنا، واحنا بنهزر او بنقول اي حاجه باي شكل كوميدي بنلجأ لان احنا نقلد عادل امام. عادل امام بقلده من وانا صغير كمان، من ايام المدرسه. لا فيعني حته لا 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 فنيه لا، بعشقه طبعا بحت. بس قصدي انت لما كملت حتى انت على السوشيال ميديا، انا لاحظت بقى ان انت ما شاء الله لما دخلت الانستجرام تاني انت اكتف عن الانستجرام اكتر من التيك توك دلوقتي شويه، بقى. صح؟ او دلوقتي يعني او دلوقتي حتى من فتره يعني اللي هو مثلا من سنتين انت عادي. لا اكتر من تيك توك، انا بحسك بتقولي اكتر من فيسبوك. لا هو اكتر انا من ما تيك توك بخش ساعات انزل عليه فيديو. ايوه يعني بالظبط، ما مش بحسكش. بس تيك توك على فكره ادكتيف قوي وسهله، يعني لا جدا. لو الواحد قعد عليه لا مش هيقوم. مش ولا هتنام يعني، ولا هتقوم ولا هتنام انا برضه. بقول لك فموضوع لا بخش مثلا انزل عليه فيديو اه وبس، لا يعني مش متابع ناس على تيك توك مثلا. اوكي. بس قصدي انت لما كملت في الحته دي، قصدي حتى انت كمان كتمثيل ما دخلش في الحته الكوميدي ده، انت كنت قاصد مع ان انت ما شاء الله انت ماتيريال يعني، قصدي جواك كوميديان. فاهمك. بصي انا هقول لك، انا بحب النوع كوميدي كده، مش يعني مش الكوميديا الفرس، يعني انا ما بحبش الكوميديا الضحك، بحب الهزار في وسط الموضوع. فهو أوكي. ايه الموضوع ده الاهم، ونقدمه عادي، نهزر واحنا بنقوله واحنا بنهزر، ما احنا قاعدين بره بنتكلم في حاجات جد جدا قبل ما ندخل نقعد هنا، دي حقيقة. قاعدين بنتكلم في شغل وحاجات جد، بس معظم الموضوع بنضحك. ايوه صح. فانا بحب الضحك اللي وسط الغامق، فاهمه قصدي. طب لو اتعرض عليك دلوقتي حاجه في الحته دي او ممكن تكون بعيده شويه تعملها ولا هتفكر كوميدي؟ فيها؟ ما انا لسه عامل الفريدو تقريبا، بس الفريدو برضو انا كان عاجبني ان هو ضحك وسط حاجه غامقه. ف بس لا لما يكون ليا الكول، لما يكون ليا لو كان العمر ان انا بالظبط لا هختار اعمل حاجات كتير قوي قبل ما اعمل كوميدي، عشان مش انا الحصر، صح؟ لا خالص خالص خالص، لا مش قصدي، بس انا مش شاطر، مش هعرف اعمل يعني مش انا الشخص اللي هعرف اعمل. لازم يكون حد بيكتب لي كوميدي شاطر قوي. اوكي. فاهمه قصدي، عشان الكوميدي كتابته اصعب بكتير من عشان كده بسالك بصراحه، لانه كان اللي انا كان بيجي لي الفايب ساعتها وانا بتفرج اللي هو انت شاطر قوي، بعدين لما بقى انت ما شاء الله كبرت ومش عارف ايه، لا ابتديت احس ان انت لا خدت سلك تاني. حته بقى التصوير ده خصوصا لما انت دخلت الانستجرام تحديدا، انا فاكره كده وبرده صح لي دايما الفيديوز اللي عمر كان بينزلها متصوره كده بطريقه معينه فيها مود معين، ده اكيد انت كنت قصده، صح؟ طبعا. هي انا بصي ما انا بقول لك بقى، لما دخلت العالم بتاع الوسط الفني ده ففي حاجات كتير انا ما كنتش اعرفها، يعني ما كنتش اعرف يعني ايه دي او بي او مدير تصوير. فمره انا فاكر خالد انور واحنا في كانون امبارح بيقول لي كنا لسه مش عارفين، يعني كنا لسه مضينا ولسه ما ابتديناش تصوير. فهو بيقول لي هو مين مدير تصوير وبتاع، فانا بقول له ايه مدير تصوير؟ بالنسبه لي مدير تصوير ده اللي ماسك الكاميرا مثلا.
فانا مش فاهم وليه بتسأل عليه وليه مهتم بيه. بالظبط. فعرفت ان مدير التصوير ده هو اللي مسؤول عن الصورة اللي احنا بنشوفها دي، اللي يقول لك بيها ده تحسه فيلم اجنبي وده تحسه الاضاءة صح. شكلها حلو قوي. كل ده مدير تصوير، دايركتور فوتوغرافي. فابتديت احب الحتة دي جدا. انتوا ازاي بتصوروا كده، وليه النور يأثر على يعني ازاي اقدر اشكل الكادر بالنور. وبعدين انا دراستي جرافيك ديزاين اصلا. فكنا بنهتم طبعا طول الوقت بالتكوينات والكادرات والحاجات دي. فان انت تعمل تكوينات بالاضاءه، فدي حاجه لذيذه جدا. وان انت فكره ان انت تطلع صوره تبان شكلها سينماتيك او سينمائي من ضبط اضاءه. فعجبني الموضوع ده، فابتديت اركز فيه من قبل ما اجيب كاميرا، يعني من وانا بالموبايل. فهماني؟ بس فكره بقى كلها قررت حاجات تانية بقى، قررت بقى في اف اكس. ان انا بعد كده وانا بعمل ديدو كان كله كروما. في الفيلم ده كنا طالعين المفروض ان احنا لعب صحيت يعني. فالفيلم ده كان كله متصور في جرين سكرين ستوديو. جرين سكرين طبعا. فكنت قاعد طول الوقت مع الفي اف اكس دايركتور، فعرفت منه حاجات كتير قوي ليها علاقه بالفيجوال افكتس والحاجات دي. فابتديت ادخلها في الفيديوز. ما انت طول الوقت على السوشيال ميديا لازم تدوري على الجديد. كنت لسه اقول لك يعني ايه سيف زهران مثلا دايما يقعد يسالني سؤال كده، يقول لي ايه النكست ستيب، ايه اللي جاي. صح. فهو احنا في صراع طول الوقت في حته ايه اللي جاي، احنا مش عارفين فعلا ايه اللي جاي، خصوصا بعد الاي اي طبعا والحاجات اللي احنا بنشوفها، خصوصا بعد الكورونا. ما تصدق بقيناش عارفين ايه اللي جاي يعني. بقى خلاص بقى كل حاجه ملهاش منطق. وبقى يعني البيس سريع صح قوي. كل حاجه سرعت جدا وكل حاجه بقت يعني الاذواق بقت دايفيرس وبقت يعني شامله كل حاجه. بقت مختلفه جدا، فما بقيناش عارفين ايه الصح. ايه الصح. اعتقد في الحته دي طبعا بحس ان الكونتنت عامه تحديدا طبعا بعيد عن التمثيل، بس المحتوى تحديدا هو مفيهوش صح وغلط، غير طبعا الحاجات الاساسيه اللي هي الاثكس بتاعت الفاهم الشغلانه. بس بحس اللي هو لازم افضل اجرب واجرب كتير. يعني بحس حتى الناس دلوقتي بقى عندها تقبل اكتر ان عمر ممكن يعمل حاجات هو ما بيعملهاش وتبتدي تجيب تفاعل مع الناس وكده. بحس زمان اللي هو ليه هو بيعمل كده، بس بحس دلوقتي مش عارفه هل بسبب بقى زي ما انت قلت الدنيا اتغيرت ولا ايه، بس بحس الناس يعني عندها طاقه استيعاب للمحتوى اكتر بكتير. ده بيحصل على يوتيوب. يعني ممكن اكون مثلا يعني يوتيوب بحس ان في ناس فعلا بتعمل كونتنت، سواء الناس اللي بتطلع تحكي قصص، سواء الناس اللي بتطلع بتحسي ناس محضره وقاريه ومذاكره وبيعملوا حاجه بتاخد وقت ومجهود. بس كل بلاتفورم بحسه ليه شعبه. يعني فاهمه؟ يعني بحس كل بلاتفورم ليه جمهور وفئه معينه. يعني زي الدحيح، فاهمه؟ فهو الناس جمهوره تحسيهم ناس شبهه مثقفين، تحسيهم ناس محترمه كده، مستحميين كده. وغيره بقى كتير برضو. ما هو في حاجات كتير. بس انا بحس ان تيك توك مش معتمد مثلا على المحتوى ده، معتمد على الحاجات الاسرع اللي هي ضحك واجري. بالظبط. او فاهم اعمل معتمد على الحاجات اللي هي انا بقيت بحس ساعات تيك توك معتمد على كونتنت اللي هو حقيقي قوي، بتاع اللي هو كأنه متصور دلوقتي. يعني احنا رحنا مطلعين موبايل هو حالا هو متصور حالا، مش متحضر. بس هما برضو خدوا شيفتس على فكره في البلاتفورم. الاول كان عارف موضوع الليب سينكينج والحاجات لا ما ده ما بقاش موجود كتير. لا ان هما نفسهم مهتمين قوي وبيطلعوا كونتنت كتير. الاغاني خلصت تقريبا الاغاني خلصت. ومن قبل الاغاني هما كانوا عايزين يحاولوا يقولوا للناس يعني ان هو لا يا جماعه البلاتفورم اكتر من كده، فاحنا هندعم الكونتنت كريتورز وبتاع. بس في ناس بتأدت على تيك توك حلو قوي. انت عارف ان كاب كات اصلا باورد من تيك توك؟ لا والله. والله. ما انا يعني حسيت تاخد بالك حتى الناس الاديتورز اللي هم بيطلعوا على تيك توك هعلمك النهارده. دايما بيعملوا ده مثلا كونتنت. ده كونتنت انا بحبه جدا، اللي هو الناس اللي بتطلع تعمل توتوريالز وتعلم الناس يصوروا ويأديتوا ازاي. انا ده بحبه جدا وبيجيب ريتش قوي جدا. دي حقيقه فعلا، خصوصا لما بيبقى متصور حلو. بالظبط. طب عايزه بقى اسالك سؤال على صناعه المحتوى، بعدين اسالك سؤال تاني ليه علاقه بالتمثيل. على صناعه المحتوى انا بس عايزه افهم ناس، انت حتى لما كنت بدات مثلا ما عندكش دلوقتي لسه ما جالكش كلاينتس، ما جالكش اي حاجه اصلا، الفيديو عامه كان بياخد منك قد ايه من اول ما ابتديت ان انت تبقى بروفيشنال شويه او الحاجات تبقى كده؟ اوكي. عشان ناس عندها ساعات، في بعض الناس مش كل الناس، اللي هو
عادي يعني صناع المحتوى بيعملوا ايه، بنطلع كده كاميرا وخلاص. بصي انا كنت اوفر شويه يعني، كنت لان بالنسبه لي يعني انا كنت دايما بقول يعني، كنت ساعات اقول لمراتي انا طب انا دلوقتي خلصت الفيديو او الشورت موفي ده او وات ايفر، انا هعمل ايه بقى بعد كده؟ ما انا كنت مبسوط بالبروسيس بتاعته، صح. فما بكونش يعني بدور على اللي جاي من وراه كفيوز وكده. في الاول حتى كنت ما فيش اي نوع من اي دخل لان انا انتج الفيديو ده حتى. فجيت في فتره الكورونا دي كنت بعمل فيديوهات كتير قوي ليها علاقه بالفيجوال افكتس والحاجات دي والكروما والمش عارف ايه وكده. فدي مثلا كانت ممكن تصويرها عادي في يوم، انا ما بعرفش اصور حاجه في اكتر من يوم الا لو حاجه طويله، اللي هو يعني الشورت موفي الاخراني ده كان متصور في 3 ايام بس، ده اخره يعني ماكسيمم. بس اكتر من كده طول اليوم صح؟ بس اكتر من كده بتبهوى. لا مش طول يوم، من اول طول الليل. طول الليل اوكي. انما الفيديوهات اللي بقولك عليها بتاعت الفي فاكس وكده دي مثلا، اللي هو كان في واحد اسمه ابو الفوارس وواحد اسمه ابو الخوارق. انا فاكر ان دول خدوا كفايه الاسامي. كان كل واحد بياخد اديتنج اسبوعين بالظبط. اديتنج اسبوعين كل يوم. طبعا اكيد انت مش بس يعني، اكيد بقى كمان وفي تيم اكيد يعني. لا مفيش، عمري ما كان في تيم دي في حياتي. انت بس كل يوم كل يوم. لان كان في شوتس مثلا ساعات بتبقى، انا كان في مثلا ابو الخوارق ده او الخوارق ده كان في شوتس كلها سي جي اي، يعني اللوكيشن كله، ما هو الفيديو كله كان يعني سي جي اي ده يعني يعني كل الحاجات 3 ديز وحاجات مرسومه في البوست، يعني اللوكيشن ده ما كانش حقيقي. كنت عامله على بروجرام اسمه بلندر ماشي، بتاع اللي هو زي اللي بيتعمل عليه افلام الانيميشن والحاجات دي. فكنت عامل اللوكيشن ده عشان كان انسبايرد من ذا اميزنج سبايدر مان، وكان ولا سوري من سبايدر مان هوم كومينج. فكان عاجبني اللوكيشن ده قوي، فكنت عايز اعمله هو بالظبط. اوكي. فعملته على البروجرام ده. فعشان اعمله الكمبيوتر كان برضو بعافيه شويه، الماك بوك كان بعافيه شويه. فكان بياخد عشان اطلع مثلا شوت 10 ثواني كان بياخد ممكن اسيبه مثلا 12 ساعه يعمل ريندر. 10 ثواني 10 ثواني هيطلع حته، بس هو اصل لايتنج ومش عارف ايه وحاجه، وهو الناس اللي بتشتغل في الفي اف اكس وكده ما يبقوا فاهمين بيتعاملوا بمكن قوي يعني، فاهمه سي بي يوز قويه وكروت شاشه قويه جدا. انا ما كانش ده موجود، فكنت بسيبها، وفي حاجات بجد لو اطول من كده شويه كنت بسيبها واجي لها تاني يوم، اللي هو بقى خلصي واسيبها واجي لها تاني يوم، ممكن الاقي حته مش عجباني غلطه مثلا، فاهمه، فهرجع اعيد الحته دي تاني. فهو كان بياخد اسبوعين. يعني الفيديوهين دول مثلا كان كل واحد بياخد اسبوعين. الحاجات بقى الباقيه العاديه دي كان ممكن ياخد مني اديتنج يومين 3 مثلا، عشان برضو انا يومين 3 عشان ساعات بسيبه في اوقات كده انت محتاجه تنامي عليه، يعني محتاجه تسيبيه والله، وتبصي تاني يوم هتشوفيه بعين تانية خالص كده يعني. وفي حاجات بتاخد مني 6 ساعات واخلصها وانزلها عادي خالص. طب انت درست جرافيك ديزاين صح؟ الاديت بقى انت اصلا ازاي دخلت في الحته دي؟ لان الاديت بصراحه عالم. انا ابتديت، انا كنت بادت من زمان قوي، من ايام موفي ميكر كنت بحب الاديتنج يعني. والله كنت بادت من زمان جدا. بس بعد كده فضلت قعدت مش عارف اتعلم بروجرامز جديده. يوتيوب يعني، او انت هو يوتيوب ده علمني كل حاجه في حياتي بجد والله العظيم. لان هو يعني ليه فضل كبير قوي على بعد ربنا والله العظيم. يوتيوب ده نوجه رساله لليوتيوب. لا يوتيوب ده بجد من انجح البلاتفورمز وافيد البلاتفورمز. دي حقيقه فعلا، خصوصا يعني لو حد عايز يتعلم بنخش على بلاتفورمز تانية بنكتئب ده بجد بلاتفورم مفيد يعني، بلاتفورم مهم يعني. لا والشانلز اللي بتعمل لها سبسكرايب بتلاقيها ساعات بتطلع لك حاجات من كتر ما انت بتتفرجي على الحاجات دي، فبتطلع لك حاجات لوحدها كده تعلمك حاجات انت ما كنتيش ناويه تدوري عليها اصلا. فهات يا عم ده ببلاش، هات بقى يلا. لا اتعلمت كل حاجه. الاديتنج ده اتعلمته كله. كنت بتقعد وقت كتير اكيد تذاكر يعني، قصدي هقول لك بوينت حلو. انا من وانا صغير ابتديت كنت بصور افلام قصيره بالموبايل، اللي هو كان ساعتها البوز والريكورد ده وبتاع، فمن مشهد لمشهد. فحته انا عمري ما قعدت عشان انا هقعد اتعلم ده او هاخد كورس لده، فاهمه. هي انت بتبقي متعلمه حته هنا في دماغك، فكره التقطيع او المشاهد اللي ورا بعض،
اوكي. فدي عندي من وانا عندي 8 سنين، فكره ان انت مشهد ورا لقطه ورا لقطه. اوكي. فبعد كده لما ابتديت اتعلم موفي ميكر او ابتديت استخدم موفي ميكر، فخلاص بقيت عارف. كان ساعتها اخويا كان بيعمل فيديوز للجيمز اللي كان بيلعبها، كان بيسجل منها حتت وكان بيحطها على ميوزك، فكان بيحط تقطيعات على المزيكا، فكان بالنسبه لي مرعبه انت ازاي بتعمل كده. طبعا. فابتديت اتعلم الحته دي اللي هو يبقى فيديو مقطعه على مزيكا ومع كل دخله، فخلاص بقى عندك سنس التقطيع ده. بتلاقيها ماشيه بقى معاكي كل حاجه. اي بروجرام بعد كده بيضيف لك على اللي انت عارفاه، يعني هو في الاول في الاخر كور وبيتضاف عليه حاجات. بلس ان انا شغلي في الجامعه كنت بتعامل مع حاجات بتاعه 3 دي، كنت بتعامل مع حاجات بتاعه صور زي فوتوشوب. يعني فوتوشوب ده اعرفه من وانا برضو في المدرسه. فبتلاقي البروجرامز كلها شبه بعض، فيها في الاول وفي الاخر من بعض نفس الانترفيس نوعا ما. يعني لو هناخد حاجه من كلامك ان انت ما شاء الله انت بدات بدري شويه وهي ما كانتش مقصوده بالظبط. انا قصدي بتكلم ان انت تتعلم الحاجات، مش بتكلم طبعا في يعني ما بس الحمد لله عندك اللي هو مبادئ يعني. بالظبط. فانا مش هقدر اقول ان انا بايونير في اي بروجرام منهم، فاهمه؟ بس يعني اي بروجرام سهل تتعلميه دلوقتي، لان هو في دماغك حاجات شبهه بالظبط، فاهمه؟ اصل حياتي كلها ليها علاقه بالحاجات دي، كنت لسه اقول لك فاهمه. بلاقيها بتسلك، يعني ربنا بيكرم. طب انت خلصت جامعه امتى؟ ايه ده بقى السؤال؟ خلاص، او يعني انا كان المفروض اخلص في 2017. وايه اللي حصل؟ سبتها في 2014 او 15. سبتها في 2015. وعملت ايه؟ وسافرت، قلت اكمل حياتي بقى في ايطاليا ايه ده حلو. بقى وهتجوز ايطاليه ده انت كنت عايش والله. وسافرت وخدت يعني. كل حاجتي طب وودعت يعني ليه يعني ايه اللي قعدت 12 يوم ورجعت. عارف لما الترند بتاع وحشتيني ياما. ايوه بالظبط. وانت بعد 12 يوم 12 يوم ما قدرتش اكمل. طولت ليه؟ والله العظيم. طب ايه ليه اساسا خدت القرار ده؟ شاب بقى متهور اهوج. اوكي. طب رجعت كملت الجامعه تاني؟ لا ماشي. رحت داخل اشتغلت في الفتنس اندستري شويه، اشتغلت مدرب وبقيت سيرتيفايد وبتاع. واشتغلت 2.5 سنين تقريبا في المجال. اوكي. بعد كده ابتديت اعمل فيديوز، بعدين عملت اول مسلسل، فما عرفتش ارجع الجامعه برضو. بعدين اول ما جالي بقى لمسه اكتاف بعدها رحت راجع الجامعه في 2018. كان دفعتي اتخرجت السنه اللي قبلها. اتخرجت 2021. بس عامه هو كويس ان انت يعني طبعا كويس ان انت رجعت، بس ايه اللي رجعك؟ مع امي بقى صعبت عليا يعني. والله كنت حاسه. والله يعني كنت بحس دايما ان هي عايزاني ابقى واخد شهاده وبتاع، مع اني يعني وانا استفدت بصراحه. يعني انا عرفت استفيد من الجامعه، عرفت استفيد من اللي هيفيدني. يعني كان في مواد فادتني. عرفت استفيد في مواد كده فرقت معايا، يعني الانيميشن بقى والحاجات دي، لان الحاجات دي ليها علاقه باللي بعمله دلوقتي. هو اصلا عامه يعني كتر خيرها ان هي اصلا ما وقفتش في طريقك، يعني ان لا هي لما خالص دي ألذ واحده في الدنيا دي. ربنا يا رب يخليها لك يا رب، اللهم امين. فدي لا هي بالعكس دي بتحب جدا. ان يعني هي عندها حته غريبه قوي. هي عندها مثلا حته بتاعت ايه انا مثلا كنت مش عايزاني اخش جرافيك ديزاين دي خالص، ويا ابني ومستقبلها عامل ازاي ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين لما دخلتها اول ما سبت الجامعه قالت لي يا ابني جامعتك، يا ابني ارجع لجامعتك وانت كنت بتحبها ومش عارف ايه وكده. فروحت ساعتها ايطاليا ومش عارف ايه، ورجعت اشتغلت في الفتنس اندستري وكده. بعد ما اشتغلت في الفتنس اندستري سبتها عشان اعمل فيديوز. فرحت قال لي يا ابني ارجع شغلك، ده كان بيجيب لك فلوس. يا ابني ده كان بيجيب لك فلوس وبتاع، حرام عليك اللي انت بتعمله ده. مش هتعمل ايه. فروحت داخل في موضوع الفيديوز ده وكده. وبعدين ابتديت امثل حاجات صغيره، فابتديت ابعد عن الفيديوز شويه. يا ابني الناس هتنساك. يا ابني الناس هتنساك. اعمل فيديوهات يا ابني، ارجع اعمل فيديوهات الناس فهي تمام معايا يعني. لما بتلاقيني مستقر في حاجه بترتاح. يعني هي ابتدت دلوقتي تقتنع بيا كممثل من اول بين سطور، قبل كل ده ما كانتش. مش طبعا مش راضيه اسالك. فانا دلوقتي لو مثلا قررت اشتغل محاسب مثلا بتقول لي يا ابني المخرجين يا ابني. بتقول لي حاجه. بس الحلو فيها ان طنط سيمز هاديه يعني، صح؟ يعني لا ما عندهاش حق، عمرها ما اجبرتني على حاجه دي ابدا. يعني انت ليك اخوات اكبر ولا اصغر؟ كلهم اكبر. كلهم اكبر. يعني انت اخر العنقود. عايزه تقولي جيت غلطه. لا والله.
لا. لا اصلا يعني اول واحد بعدي على طول فرق 8 سنين، اوكي. وبعد كده 10. لا انا كنت هسألك هل برضو في حد تاني من اخواتك مثلا في نفس المجال الفني او كده ولا لا انت اختي الكبيره فنون جميله، مم. فنانه، انا بشوفها من اجمد الفنانين. فنان رسامة ولا رسامه بتعمل أوكي. حاجات لوحات، حاجات زي كويلنج وحاجات كده، انواع ارت غريبه كده. اوكي. وصيدلانيه، بس الصيدلانيه دي بقى موهوبه قوي يعني، فعلا؟ بتغني صوتها حلو قوي مثلا. ايه ده ما شاء الله. والله، بس ما خدتش اي. ما عملتش شيفت للكارير يعني. لا. اوكي. لان اخويا وبزنس، وبرضه هو كان شاطر على فكره في حته الفيديو اديتنج زي ما بقول لك، بس ما خدهاش بطريقه. برضه جيلهم غير جيلنا. كنت لسه لقينا كل حاجه متسهله في الحته دي. والتكنولوجي اكيد فرقت يعني، بحس طبعا انت مواليد التسعينات ولا التسعينات؟ وانا كمان التسعينات. معايا صغير. بعد اذنك عم بحس ان انا دفعتي منحوسه قوي، بس مش مشكله. ده حقيقي. انت كام؟ انا 93. انا 95. ايه ده انا اكبر منك. شفت؟ عددي مش تك. طب فاكر اول كلاينت؟ طبعا مش قصدي الاسم، بس فاكر اول الموضوع ازاي الموضوع حصل؟ ده انا حافظه. ايه اللي حصل بقى؟ انا عارفه وانتي عارفاه. ماشي اوكي. ما علينا من الاسم. ايه اللي حصل بقى؟ لا ما حصلش حاجه، كان الموضوع بالعكس كان لذيذ، بس انا فاكر ان انا كنت واخد رقم ايه بقى قليل قوي. ما تقولش يعني الرقم يعني بس قليل قوي. اوكي أوي. طب انت قلت اوكي ليه؟ قلت اوكي عشان عايز يعني اولا قلت اوكي لان انا كنت مبسوط جدا بالرقم. يعني وانا دلوقتي بقول لك ان الرقم قليل قوي. انت بتقارن بالوضع اللي انت كنت فيه لا كده؟ بس هو ساعتها يعني كان المفروض بالوضع اللي انا فيه كنت المفروض عرفت ان انا كان المفروض اخد اضعاف، يعني اضعاف الرقم اللي انا خدته. بس انا كنت ساعتها مبسوط قوي اللي هو ايه ده، وانا بجد ممكن الفيديوهات اللي انا بصورها بالموبايل دي اخد منها فلوس. وبعدين قعدت احسبها بقى، قلت انا لو جالي مثلا 16 في السنه يبقى انا كده مش عارفه الحاجات دي. على نفس الرقم اللي جالك صح؟ على نفس الريت. اوكي. فالحمد لله ان الرقم ده ما خدتوش تاني يعني. كانت هتبقى مشكله يعني. صورت في قد ايه بقى ايه كانت؟ طب الكامبين كان ليها علاقه بايه او كده فاكر؟ الكامبين كان ليها علاقه يعني حاجه اوفرز او كده يعني؟ بايفنت اللي هي الجمعه البيضاء. اوكي. ما بحبش اقول صح عندك حق. بس فكانت فكره كده عملتها وعجبتهم بقى. بس كانت تقليد بقى برضو، لان انا كنت في فتره اللي هو تقليد دي، بس انا كنت خايف من حته ان انا بربط التقليد بالشغل، لان انا طول عمري كنت عايز التقليد ده يبقى على قد السوشيال ميديا والهزار وكده، ما كنتش عايزه يقلب مني شغل يعني. يعني ما كنتش عايز اخد فلوس اتقاضى اجر على ان انا بقلد دي خالص. عشان طبعا عشان ما تخسرش في الحته ساعتها، عشان انت كنت قلقان طبعا من حته الكوبي رايتس اكيد وكده صح؟ لا مش ده اللي جه في دماغي، اللي انا كنت خايف منه ان انا اتحصر في حته ان انا بقلد يعني. اللي هو انا ما بعملش حاجه غير بالظبط كده. طب واشتغلت معاهم تاني الناس دي؟ اشتغلت معاهم. طيب. كرمونا اخر كرم. كانوا اهل كرامه. الحمد لله. فكره ان انت فاهم دلوقتي كمان، انت عمر اللي معروف عنك انت اللي بتعمل دلوقتي الايديا، ولا في حد ممكن يعني مثلا لو جيت وعايزه مثلا اعمل معاك اعلان، فهل انت اللي هتعمل الكرييتيف سايد ولا لا هيبقى في مثلا حد؟ وفاهم قصدي؟ كنت في الاول لازم انا اللي بعمله طبعا. بالظبط. دلوقتي ساعات الكلاينت بيجي هو بفكره، بيبقى هو اللي عنده الكونسبت. ساعات انا وسيف بنفكر مع بعض في حاجه مثلا، يعني سيف زهران صاحبي جدا برضو فاحنا يعني ساعات هو يكون عنده كامبين افكر له انا في الفكره بتاعتها، ممكن انا كامبين هو يفكر لي في الفكره اصورها له. بس اتنين بقى عمالقه قاعدين مع بعض كرييتيف وسيف بقى لا على فكره بالعكس، انا هقول لك على حاجه. انا من الحاجات اللي بتخليني اشتغل مع سيف لغايه دلوقتي ان انا بحس ان هو بيكمل اللي عندي، يعني مش اللي هو بالعكس. انا اسهل لي ان انا انفذ اكتر ما افكر، وهو اسهل له ان هو يفكر اكتر من انه ينفذ. فبحس ان ده اللي مخلينا لغايه دلوقتي عارفين نشتغل مع بعض، يعني ما بنغلبش في ان احنا نعمل حاجه. بس دي حاجه حلوه عشان انت كمان في حته الكرييتيف بالذات، لو انا كمان كلاينت مثلا طالب منك حاجه يبقى لطيف قوي ان انت تشتغل مع حد فاهمك. صح. لان انا ممكن اجي ككرييتيف اقول لك فكره حلوه بس تقولي زي اللي انت قلته لي دلوقتي على موضوع ان انت يعني هي حلوه بس انا اسف مش هعملها. فاهم قصدي؟ صح. ده بيحصل. بحس وساعتها انت بتقول لو في حاجه مثلا اتعرضت عليك سي عادي انت تمام ما عندكش مشكله تقول ايه اوكي وايه اللي لا؟
اكيد طبعا. يعني طبعا. ايه ده، انا برفض بس. يعني ده مش يعني ممكن. لا بجد والله العظيم. وفي ناس انا ساعات بحس ان انا طالع بس عليها عشان الناس سمعه ما ان انا تفتكرش تنك. ان انت بالظبط لا كده. بس والله لا يعني بجد بتبقى يعني انا اسف لحظه لا واحدة. عادي ولا يهمك. طب انا انت بترفض ليه؟ عشان بس ما حدش ياخد فكره غلط، بس اهم هقول لك حاجه. عشان في اوقات بحس ان انا متصنف غلط، محطوط في حته غلط، عشان كده في حاجات بقول عليها لا. وفي حاجات بحس ان انا مش هاد فاليو فيها. يعني ده مش انت يعني مقل. بس لما بتعمل يعني انا من اكتر الفيديوهات اللي معلمه في دماغي على الانستجرام الفيديو بتاع اللي هم مين اللي بيكلموا الناس اللي في العقارات وكده. لا مش ممكن ده انا يعني. اتشتمت كميه شتايم بسبب الفيديو ده يا راجل طبعا. بس انا اسفه والله، يعني ده بيحصل بجد. بس انا مش اسف خالص. والله ما اسف خالص. اصل انا هقول لك على حاجه كويس قوي ان انت قلتي الموضوع ده. انا بالنسبه لي انت راجل بتكلمني حلو بكولد كول، او يعني صح. الطريقه اللي هو انت بتجيب الرقم من اي حد وبتكلمني. وانا بجد لا انترستد ولا عايز اشتري ولا معايا الفلوس دي كلها. بص بقى ماشي؟ دي تحت يعني دي اسمها تارجت اودينس. انا مش وبتكلم بجد، دول. انا فعلا انا بتكلم بجد، انا مش معايا الفلوس دي. وانت بتكلمني وانا بحترمك وبسمع منك وبقول لك بكل ذوق انا مش انترستد. صح. طب انا عملت الفيديو ده دلوقتي بهزر، تضايق مني وتخش تشتمني وتهاجمني؟ طب انا استحملتك، انا ما شتمتكش وقفلت في وشك. طب ما انا دلوقتي بقى حق اشتمك واقفل في وشك بقى. ايوه فاهمه. فانا قلت رايي، انت لو ما عجبكش الفيديو ما تخشش تشتمني، عشان في ناس كتير قوي غاروا على شغلتهم ودخلوا شتموني بجد؟ شتايم. يمكن انا ما فانا بالنسبه لي بقى لو هاخدها بطريقتهم بتضحك هشتم واقفل يعني. ما بجد يعني انا ما انا بستحملك، ما انا بجد مش مش انترستد ومش عارف انت جبت رقمي منين، ولا انا دخلت سالت، ولا اصل الموضوع عرض وطلب. لا وبعدين خلي بالك هي المشكله في ايه، انه في شركه بتكلمك وبعد كده ما اعرفش بيحصل ايه للرقم. انا ما اعرفش بس انا بجد يعني كان بيجي لي مكالمات في اوقات ماليش اي علاقه بالبتاع، انت جبت الرقم ازاي يعني بقى خلاص. بس الارقام دي ماشي اسهل حاجه تتجاب بالظبط. بس انا اللي انا عايز اقوله من الفيديو ده والله، عشان انا مبسوط ان انت قلت الحته دي. انا احترمتك وسمعت منك وقلت لك معلش والله يا فلان انا مش انترستد بالموضوع، وقفلت بكل شياكه. اما اجي انا اهزر على الموضوع وده شغلي بقى، ما انا بعمل فيديوز فده شغلي برضه. فانا بهزر على الموضوع وما شتمتك حتى في الفيديو. ما شتمتش، انا هزرت وما طلعتش بره. هزرت وخدت الموضوع بطريقه صراحه لا ساركاستيك يعني، وكانت طريقه لطيفه عامه. خش شوفي الكومنتس عامله ازاي فعلا. لا بس انا يمكن ما تابعتش الكومنتس قوي، بس كان في ناس بصراحه. ما هو عشان فيديو اتشاف قوي، ده كان فيديو يعتبر فايرل يعني. لان في حد نزله اصلا كمان من قريب على بروفايله جاب اكتر من عندي بكتير. على بروفايله ده كريدت طيب ولا ايه؟ لا خالص. تمام. بس يعني مش مشكله يعني. خلاص عادي يعني. كنت بتضايق من الحاجات دي زمان، دلوقتي لا عادي صح. خلاص بقى. طب انا عايزه بقى اسالك على حاجه مهمه، بما انك انت ممكن تكون اشتغلت مع ناس كتير وعملت محتوى كتير، ايه اكتر حاجه بجد يعني مش عارفه اقولها ازاي يعني اللي الناس ممكن ما تبقاش عارفاه وده حقيقه؟ يعني انا مش عايزه طبعا اعظم الموضوع زي ما انت قلت، هو باين الموضوع مرهق قوي، بس فعلا ايه حاجه ممكن ما تكونش بتيجي في دماغ الناس وفعلا هي حاجه متعبه ومرهقه قوي في الكونتنت وفي التصوير عامه. ماشي. في اللي انت بتعمله عامه يعني. هقول لك يعني قصدي ايه الجانب مش عايزه اقول السيء، اي شغلانه في الدنيا ليها اللي عارف اللي هي الحلو بتاعها والوحش بتاعها، ده طبيعي يعني. حتى لما انا بشتغل في شغلانه زي ما انت قلت من 9 to 5، انا مش كل يومي بيبقى حلو قاعده على المكتب وبكتب كده. ما انت ممكن تخش ميتنج يبقى مش لطيف، تكلاش مع ناس، فاهم ايه بقى الحاجات اللي لان الناس عندها فكره ايه، ده بيمثل، ده بيعمل فيديوهات، ده الشركات يعني دايما البرسبشن اللي هو انت حياتك تحفه، بس ايه بقى الحاجه اللي بجد مش حقيقيه؟ كل حاجه يعني كل اللي الناس شايفينه ده مش حقيقي. بس ماشي. بص في طبعا بعيد التمثيل عن الموضوع، لان التمثيل حياه تانية زي ما بقول صح. فلو على الكونتنت الوحش ان ما في الشغل مش كونسيستنت. انت دلوقتي وده برضو في التمثيل نفس الكلام، انت دلوقتي موجود بكره هيطلعوا 10 جداد، ودلوقتي بقى بيطلع 100 جداد يعني بقى الموضوع زحمه جدا. انا ما افتكرش ان في حد دلوقتي مش فيريفايد صح. يعني انا فاكر انا ساعه ما خدت الفيريفيكيشن دي كانت حوار يا نهار ازرق. احتفلت
مش فكره احتفلت بس. ده كان يوم انا اصلا كمان جات لي بطريقه غريبه قوي. انا دخلت قدمت عليها على انستجرام، الكلام ده في 2019 مثلا. ايوه دخلت قدمت عليها على انستجرام وصحيت بعدها بيومين كده لقيت ان هم ادوهاني. ما جبتش حد يقدم لك او حاجه؟ لان كان في فتره مشهور فيها جالي الحوار بقى ده. كميه مكالمات، انت دفعت كام؟ ايوه ما بالظبط. ومين اللي جابها لك؟ فانا عمال مين اللي جاب لي انتوا ايه؟ بتقولوا ايه؟ مش فاهم. في ناس بقى لغايه دلوقتي مش مصدقه ان هي كانت ساعتها جات لي كده. دلوقتي طبعا كله بيخش يقدم عليها، في بتتباع دلوقتي برضو باشتراك باين. مش عارفه هي برقم حتى مش كبير يعني، مش المفروض عايزه بقى اقول يدوا فلوس الرقم. الاشتراك ده للناس القدام اللي اللي كان معايا، يبقى لينا نسبه من الموضوع ده. ممكن تعملها وعارف انت زي ما بيقولوا يعني دايما التوفيق بتاع ربنا. انا دي حتى لمستها في حاجات كتير سواء personally او professionally، يعني ان انت مش لازم تنجح دلوقتي. يعني عمر انا مثلا عمل كامبين حلوه او عمل فيديو حلو قوي، وسبحان الله ممكن الفيديو اللي انت تعبت عليه جدا او الكونتنت اللي انت عملت عليه كل الشغل ده ما يجيبلكش النتيجه اللي انت كنت مستنيها، وسبحان الله وتفضل تنزل. اهم حاجه ان بصراحه دايما المحتوى عامه محتاج، او صناعه المحتوى، ان انت تفضل تنزل. وفيديو اللي هو ممكن يكون انت مش قصدي حاجه بس قاعد على الكنبه وعملت كده. ايه ده، انا اكتر فيديو جايب عندي فيوز كنت عامل فيديو كده بقول انواع الابراج لو هتعدي الشارع. فاكره هتعدي الشارع ازاي؟ انا ده اكتر فيديو بكرهه في حياتي. لا يا راجل. طبعا بكرهه ما بطقوش. والفيديو ده جايب بتاع 37 مليون فيو مثلا ولا حاجه. ليه بتكرهه ليه؟ عشان فيديو تافه جدا ما خدش حاجه. و عارفه لدرجه ايه ان انا كنت عامل انواع الناس اللي بتعدي الشارع. دي كانت الفكره، انواع الناس اللي بتعدي الشارع. اوكي حلو. وبعد كده قلت عشان اخليها كوميرشال شويه رحت قايل ان انا هربطها بالابراج. يعني حتى كنت مصور 7 انواع بس. ماشي. بعدين نزلت الفيديو ده فلقيته اتشاف قوي، وانا كنت عشان ربطتها بالابراج. بعدين قلت فلقيت ناس في الكومنتات كاتبه فين برج الكذا، فين برج الكذا. فرحت عامل ال5 الباقيين، فاهمه قصدي؟ اوكي. فنزلوا على فيديوهين. وبعدين رحت بعد كده رابطهم الاثنين ببعض في فيديو واحد. بس دي يعني ده نوع عمري ما هكمل فيه. بص انا اقولك على حاجه، انا لما بلاقي حاجات معينه عملت ضجه كده ملهاش بيز، ملهاش معنى، ما بعملهاش تاني ابدا. مع ان حد غيرك يقول انا خلاص لقيت سكتي. ما انا بقى بخاف من دي. حتى انا كنت دايما بقول للناس اعملوا محتوى، ما تخلوش السوشيال ميديا تعمل منكم محتوى. فانا دايما بخاف من الحته دي. فلقيت مثلا ان انا لما قلدت لقيت حب الكيرف ضرب فوق كده. كل الناس بقت عارفه ان الولد اللي بيقلد السقه ومش عارف ايه وكده. قلت انا مش عايز اعمل ده تاني. قعدت فيه حبه قليلين قوي خرجت منه. دي حقيقه فعلا. وبعدين لما مثلا فيديو زي الابراج ده ضرب، لما بلاقي حاجه ملهاش مش مبنيه على حاجه او ملهاش سوليد جراوند كده، فاهمه قصدي؟ فعكس مثلا لما عملت سينما 4 دي اللي هو المسلسل ده كان على يوتيوب، لما عملته ولقيته كل حلقه كانت جايبه ارقام قشطه كويسه، يعني 300,000 مثلا. اوكي. فده كنت مبسوط لاني حاسس ان انا حاجه انا بتعب فيها وبعملها وشايفها وكاتبها فدي الحاجات اللي ببقى حابب ان هي تتشاف. يعني تكمله بقى، يعني اخر حته عشان هي في الحته دي اللي هو انا مش لازم ابقى، يعني انا اكتر حاجه بصراحه بحسك برضو مختلف فيها، انت مش بتشير اي حاجه عن حياتك الشخصيه عامه، دي حاجه طبعا صح وكل حاجه. بس في ناس بتفتكر اللي هو مش بيشير عشان مش عايز كده، او مش بيشير عشان مش عايز. يعني انت فيك الحته دي، حتى عمري ما عرفت اي حاجه بيرسونال عنك عند الاكاونت بتاعك. دي انت اكيد قصدها صح؟ قصدها، بس هي موجوده من زمان في حياتي. اوكي. انا بقول لك انا اول ما لقيت ان انا الفولورز عندي زادوا دخلت عملت كل حاجه برايفت ومسحت صور ليا قديمه. يعني انا يعني اصل في حاجات، يعني انتوا هتعرفوا حاجه عن اهلي ليه؟ يعني هيفيدوكوا بايه يعني؟ بالظبط. فانا حتى بقى يعني حتى الناس اللي بتطلع تعمل كونتنت مع اهلها ايه الجرأه دي؟ ايوه يعني اصلا انا اتشتم عادي، انما لو حد من اهلي اتشتم لا هتبقى مشكله يعني. بالظبط. انا خفت بالظبط. لا طبعا. فبالنسبه لي انا فاكر يمكن ليا صوره مع اخويا واحده على انستجرام. لولا ان انا مراتي شغلها على السوشيال ميديا برضو ده ما كانش هيحصل يعني. بس لا هي حاجه انا بحس ان وهم اصلهم كمان في حالهم قوي، ما بيحبوا ما بيحبوش
بحبوش الاضواء خالص خالص يعني. وانت مستريح طبعا في الفصل ده كده بالنسبه كده لك، صح؟ اريح لي بكتير طبعا. اه بس انا محدش يعرف حاجه عن حياتي الشخصيه، حتى انا شخصيا يعني انا محدش يعرف انا رايح فين ولا جاي منين ولا لا لا لا، انت اساسا كمان ما بعرفش اعمل ستوريز، انت عارفه كده. انا يعني لسه انا لما بمسك الموبايل خدتها مني. بفضل ابص كده يعني ما ببصش للكاميرا، انا بفضل كل شويه والله وانا كنت بتكلم هسألك ببقى عامل على كده وبتاع. والستوري بتبقى انا كنت لسه اقول لك، هو انت ليه ما بتعملش ستوريز خالص؟ اصل هقول ايه وهكلم ازيكم مين؟ عاملين ايه، صباح ما هو انا الخير، مش عارف دول فين. جود نايت. فاهمه قصدي؟ يعني انا بحس هقول لك حاجه غريبه قوي، انا قول. بحس في ناس بتتكلم مع ناس هي عارفاهم. يعني انا مراتي لما بتعمل الفيديوز دي هي بتتكلم هي بجد عارفاهم، لان هي طول الوقت ان كونتاكت معاهم وبتكلمهم وبيسالوها وبترد وبتعمل اسك ومش عارف ايه. انا بحس ان انا مش عامل اللينك ده مع الاودينس، ودي غلطه عامه برضو شويه. فمش لما ببقى طالع اقول حاجه بحس ان انا بكلم حديده بجد. فاهمه؟ والله من كتر ما انا مش حاسس ان هم هيشوفوا ويردوا مثلا فساعات بحس والله ان انا ماسك حته حديده بكلمها، فبحس ان انا غريب قوي. ايه بقى؟ عشان كده التمثيل اسهل، لان انت مش بتبقي شايفه الكاميرا، انت بتمثلي بالظبط. فاهمه قصدي؟ بتعملي حاجه وبعد كده بيتحول لبرودكت في الاخر. أيوة. انما الدايركت دي صعبه قوي. التمثيل بقى انا طبعا عايزه ابارك لك على بين السطور. الله يبارك فيك. ويعني بجد من الحاجات الحلوه، وبجد انت عامل فيه دور حلو قوي. الحمد لله. واحب اقول لك ان احنا كلنا بنكره رامي. الله يخليك. الحمد لله يا رب. شكرا. كلنا مبسوطين قوي بالموضوع ده. مش هسالك طبعا مين اللي قتل او مين ما قتلش، بس حبيت اقول لك ان بجد المسلسل حلو. اكيد اسالي وانا مش هجاوبك يعني. انت خدت وقت قد ايه في تصوير المسلسل؟ خدنا من شهر 9 لقبل رمضان اللي فات باسبوع. احنا مخلصين من سنه بالظبط يعني، خلصنا في شهر 3 اللي فات سنه. قعدتوا تصوروا كذا شهر يعني؟ صورنا بالظبط، لا ابتدينا بروفات 9. اوكي. و ابتدينا تصوير 11 تقريبا 11 من 11 لغايه 3. ما خفتش لما جالك الدور بصراحه؟ يعني انا مش هضحك عليك، انا ما يعني لو حد مثلا قرالي الفكره مش هتخيل انه ممكن عمر يعمله بصراحه. يعني انا حتى لما شفتك في الاول كنت طالعه في التريلر، انا جه في دماغي ان انت هتعمل دور واحد وطالع كان شكلك عشان اللي انت الستايل اللي كنت عامله والراسته وبتاع، فقلت ده اكيد هيبقى طالع بكونفي مود وكوزي وشكله كده. اما بصيت للدور لا يعني ما هي دي بقى يرجع الفضل بصراحه الاستاذ وائل فرج. هو عنده حته حلوه قوي انا بحبها فيه. هو بيدي فرص فعلا لشباب جديده ووجوه جديده وناس. يعني مش معنى ان انا جايبني من السوشيال ميديا او ان انا اتعرفت على السوشيال ميديا فهيجيبني اعمل اللي انا بعمله على السوشيال ميديا بالظبط. فدي حته تحترم قوي. وفي نفس الوقت بيسمع كويس وبيتكلم. يعني من في مخرجين لا هو عنده حاجه هو عايز يعملها، لا هو بيسمع وبنتناقش ممكن نعمل ايه. وبعدين هو في حاجات لما قعدنا نتكلم كمان لا ان انا يعني بفهم في الميوزك برودكشن، فلا ان انا ممكن انفع في الحته بتاعه. وبعدين انا كنت اول ما الراب سين على فكره طلع انا ما كنتش بحبه، ما كنتش متابعه خالص في الاول. وبعدين ابتديت مثلا من 2021 بعد الكورونا كده ابتديت احب الراب سين قوي وابقى متابع كل حاجه فيه. دي عليك تبقى رابر على فكره بجد والله، يعني فيك من المود كده. فلا انا لو بقيت رابر وهو انا اتبسطت ان الدور طلع رابر موهوم يعني مش شاطر يعني. فلما جيت عملت الدور، هو الدور ملوش علاقه بالراب خالص يعني. هو الدور هو واحد عايز غيران من اخوه، شايف ان اخوه ده واخد فرصه اكبر منه بكتير في الحياه وبتاع، وعنده عقد نفسيه كتير. وهو المسلسل كله بيتكلم عن الحاجات. هو اسمه بين السطور عشان الحاجات اللي مش عشان البرنامج، هو عشان كل شخصيه فيه في حاجات كتير قوي اللي باين قدام الناس مش هو اللي في الباطن. دي حقيقه فاهمه؟ هو اسمه بين السطور عشان الحاجات اللي ودي حاجه على فكره تنطبق علينا يعني. انا حتى انت لو انت بتطلع على السوشيال ميديا وبتمثل ده مش معناه ان ده عمر بالظبط. ما هو ده اللي انا عايز اقوله بقى. ففي حته انت خفت من الدور، لا انا ما خفتش خالص بصراحه. حلو. ما خفتش ليه؟ لان في ناس فاكره ان دي اول حاجه اعملها. فانا بمثل من 2017
فلا انا عملت ادوار صغيره كتير، ووقفت قدام كاميرا كتير، وعملت حاجات لوحدي، واشتغلت على السوشيال ميديا كبروديوسر ومخرج، فعملت حاجات وخدت ورش كتير قوي. فخلاص انا محتاج، انا عايز انا جعان للفرصه دي، وكنت مستعد بصراحه. بالظبط. فلما تيجي، لا يعني انا احس انا متاكد ان ربنا بيجيب كل حاجه في الوقت اكيد طبعا. المناسب. لا دي حقيقة. فهي لا لما جات لي عارف ان ده وقتها. امم ف فلما يعني في ناس بتشوف مثلا، انا لما باجي اخد راي الناس في الدور مثلا، فلاقي حد بيقول لي الله ده انت طبيعي قوي. طب ما هو الطبيعي ان ابقى طبيعي. لا مش طبيعي يا عمر فتعالى نعدي حته. ما هو انا بقالي كتير قوي، بقالي 6 ولا 7 سنين، دي 7 سنين بمثل. ما هو انت فخلاص ممكن المفروض نكون عدينا حته الطبيعيه. قول لي بقى الوحش، وقول لي احساسك هنا كان عامل ازاي، وقول لي ان هنا كانت الحته دي غلط يعني تعالوا نبدا نتكلم بقى ان انا كممثل. فايه اللي عندي، ايه اللي واقع، وايه اللي كويس. انما حته اللي هو طبيعي، لا ده ABC. ما انت ليه تطلع قدام الكاميرا اصلا وانت مش طبيعي؟ ايه مين المخرج اللي هيطلعك قدام الكاميرا لو بس انت مش في طبيعي؟ بصراحه يا عمر، طب ما دي مصيبه. مش هضحك عليك يا ما علينا طب يعني. نقلع بس المايك ونرميه. هما بيقولوا كده عشان في حاجات ساعات بتتعمل بتبقى انت متخيلها تبقى حلوه وزي ما انت قلت كلمه صح قوي، في فعلا مواهب كتير صغيره او شابه مش بتبقاش واخده حقها بصراحه. فهم. يعني ده كتير لا جدا. بالعكس يعني دي حاجه حلوه قوي. كتير. انا اللي اتبسطت منه اكتر يعني، انا مش ده الكومنت بتاعي، ان انت كنت عامل حاجه. انا يعني اعتقد ان انت شخص هادي، يعني مش عارفه في الحقيقه ايه قوي. جدا بس زيادة. يعني لا يعني انا اتعاملت معاك فتره برضو بس انت كنت عامل عكس ده. فانا دي كانت لا مش هو، لا مش هو، ازاي ده مش انا اللي يا جماعه لا في حاجه غلط. واقنعتني ان انت عكس الهدوء ده تماما، فدي برضو كانت بصراحه لا يعني حاجه هو حلوه قوي. كاركتر لذيذ ويستحق كده ان يتشاف بطريقه غير ان هو يتشاف من بالظبط. بره يعني. فهو مش مجرد ان هو واحد رابر وعامل كده وهتكلم بطريقه معوجه وبتاع. لا هو جواه بلاوي يعني. أيوة. جواه بلاوي. وشابوه على اللي كان عامل لك ستايلنج لشعرك. دي فكره سيف زهران. بجد والله قال شابوه لي لسيف زهران والله بجد. اصلا كنت بصور ساعتها سفاح الجيزه. اه فما كانش ينفع. كان في الاول كنت بفكر اعمل باسكت، حاجه كده ستايل عفروتو مثلا وكده. او اللي هي الماد فيدد. اوكي. فما كانش ينفع عشان كنت طالع محامي في سفاح الجيزه. ايوه. وما كانش ينفع برضو في سفاح الجيزه. قلت لهم مش هقدر احلق. فاحنا قلنا نلاقي حاجه ان هو أيوة هبقى مخفف حلو. الجناب شويه ومن فوق طويل، فهنعرف نربط فيه الاكستنشنز ونعمل الرصه دي. بسطت برضو في سفاح الجيزه جدا صح جدا طبعا. دور برضو استاذ كان هادي لطيف الباجوري. بصراحه. انا كان نفسي اشتغل معاه اصلي من زمان. ف... وفهمي طبعا صاحبي من زمان جدا. انا اعرف فهمي من 2018 مثلا. ياه، ساعه ما عشرة بدات يعني. فحاجه. وبعدين انا سمعت عن المسلسل ده من زمان قوي، وهو جاي لفهمي كفكره. هو فهمي بصراحه كمان قدم الدور لا يعني. طبعا. لا ما شاء الله. انا برضو وراجل مركز وعارف هو بيعمل ايه بصراحه. وفاهم الشغلانه يعني. فبقولك الحاجات دي، ما بقولك برضو الراجل بقى له قد ايه. فهي الحاجات دي بتيجي دايما. هو العالم ده محتاج خبره محتاج والله. طب انت بقى بما انك جربت الاتنين، يعني ان انت بتعمل محتوى وبتمثل، انت حاسس ان انت عمر لاقي نفسه في انهي حته؟ لا انا عايز امثل. انا كده يعني التمثيل ده بالنسبه لي من وانا عيل صغير بحلم باللحظات اللي انا بعيشها كل مره لمده شهر شهرين دي بقى. يعني كنت طول عمري بحلم بيها. السوشيال ميديا هتفضل بالنسبه لي. ايوه. او عمر فين فيها دلوقتي؟ انا ما اعرفش انا فين في اي حاجه والله. بس انا طول ما انا بقى مبسوط، وانا يعني طول ما انا مرتاح وبعمل الحاجه اللي انا بحبها انا تمام. بس انا مش هقدر اقول لك مثلا انا في السوشيال ميديا انا وضعي ايه في السوشيال ميديا وانا ما اعرفش. انا بسمع ناس بتتكلم ان هي دلوقتي هم بيتكلموا على اساس ان هم دلوقتي شركات، وعلى اساس ان هم انتيتي، وعلى اساس انا والله واحد بيعمل فيديوز. لو جات لي فكره فيديو، السوشيال ميديا بالنسبه لي هي ضميري. عارفه انت الفكره دي اللي هو بقول بيها الحاجات اللي جوايا. فاي فيديو هيكون في جواه سبليمينال تكست كده او مسج انا عايز اقولها وعايز اتكلم فيها وانتقدها او وات ايفر، زي حوار الريل ستيت اللي انا قافش عليه مثلا يعني. فاهمه؟ ايوه فاهمه. انما التمثيل هو ده خلاص، ده الهدف بقى يعني. بالظبط. بس انا بقول لك بحس ان السوشيال ميديا كمان بالنسبه لي الورشه اللي بجرب فيها أكيد كل حاجه يعني. وفي حاجات على فكره، عارف انت لما تعمل حاجات صغيره او زي ما انت قلت الافلام الصغيره او كده بالظبط. you never know، لان انت كمان شخص فعلا يعني حد بيعمل حاجات حلوه
عايز ترد؟ عايزة نرد؟ ايه انت؟ انا ما اقدرش اتكلم، رد طبعا. ارد على فهمي يا سيف في بس قول له فهمي، انا في برنامج وفاتح اللاود سبيكر دلوقتي. ازيك عامل ايه؟ ازيك انت عامل ايه؟ والله انا مبسوطه قوي ان انا بسمع صوتك. معانا ندى الهوست. ازيك يا ندى؟ ازيك يا احمد، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا والله عايزه احييك على دورك. اسال احمد، اسال عمر كنت بقول لك ايه والله. عايز اقول لك ان انت معاكي دلوقتي ابني الغالي. ده حبيبي ده والله بجد. لا المسلسل تحفه، وانتوا كلكم عاملين ادوار فيه حلوه قوي. انا هسيبك بقى مع عمر. فهمي من هقول لك برضو حاجه كده، من الناس اللي هي لما تشتغلي معاها هتعرفي ان انت ما كنتيش بتقعدي في لوكيشنز قبل كده، هتعرفي ان هو اللوكيشن مع حاجه ثانيه وانا ملهاش علاقه بالواقع. وعايزه اقول لك يا احمد، انت خلاص عليت البار على كل الرجاله عامه. كله بيحاول دلوقتي. لا انت عارفه ان هو انت عارفه ان هو كده في الحقيقه. تتكلم بجد بقى يا جماعه صح بقى. فاهمي اهو. مبسوطه قوي ان انا كلمت. انا هخلص. احنا قدامنا قد ايه؟ خلاص احنا فاضلنا 10 دقايق. رباعيه بالكتير اخلص واكلمك. في اي خطط لرمضان ده؟ لا ولا مش هينفع تقول؟ والله لا خالص مفيش. بس ان شاء الله خير. بس في اي حاجه قريبه ولا لسه؟ في حاجه مش عايز اقول عليها عشان ما مضيتهاش. لا اكيد بس هو فيلم يعني مع مخرج مهم ونجم مهم جدا. ان شاء الله. لا بجد ربنا يكرمك يا عمر بجد. وانا متاكده ان شاء الله ان انت في التمثيل عامه انت يعني الكاريزما بتاعتك مختلفه. فانا دلوقتي حتى بعد دور رامي تحديدا مستنيه اشوف بقى هو اصلا عمر عنده ايه تاني. انا نفسي عندي فضول. وانا كمان عايزه اشوف. ايوه وانا كمان عندي فضول والله. اخر حاجه بقى هنعملها، انا هديك ماشي حاجه ما تخافش مكتوب حاجه فظيعه. انا عايزاك تنقي ورقه من هنا. ماشي. كل ورقه مكتوب عليها كلمه، وعايزاك تقول لي الكلمه دي بالنسبه لعمر معناها ايه. اوكي. شوف بقى اني ورقه بس خطي وحش شويه، بس ان شاء الله تعرف تقراها. ايه شفت بقولك خطي الوقت من ايه معناه ايه لي؟ مش ممكن خطي تحفه. الوقت معناه ايه ليا؟ ده سؤال لذيذ جدا. الوقت ده من يعني من اكتر الحاجات المهمه في الحياه اللي انا لغايه دلوقتي مهملها ومش مقدر قيمتها بجد. يعني يمكن دي انا من الحاجات الوحشه فيا اللي عايز ابدا اقدر. انا واحد مش مركز اغلب الوقت. انا مش مركز لا في التايم لاين بتاع حياتي، يعني اللي هو بعمل طول ما انا بعمل حاجه اللي انا بحبها وبتاع، بس مش مركز انا المفروض اعمل ده امتى، ولا سايبها طول الوقت على ربنا. بس يعني ساعات الوقت بيسرقني قصدي في حاجات كتير جدا المفروض اكون واخد بالي منها اكتر من كده. فيعني الوقت ده بالنسبه لي حاجه مرعبه قوي، لان اللي بيروح ما بيرجعش ده. صح. فلازم ابدا اخد بالي من الموضوع ده. لازم ابدا اقدر الوقت الكويس في حياتي يعني. وانا يعني هوبفلي اعتقد ان انت ان شاء الله هتعرف تعمل كده يعني. انا بجد اتبسطت معاك قوي النهارده. وانا جدا والله ما حسيتش الوقت خالص. ولا انا والله العظيم. يعني عندي طاقه ان انا ممكن اكمل معاك، بس بقى لا خلاص نكمل بعد البرنامج. يلا بالظبط. ثانك يو قوي يا عمر بجد. انا ميرسي جدا قوي بجد. ورمضان كريم عليكم. ايوه ان شاء الله. ثانك يو قوي. نشوفكم بقى في الحلقه الجايه. باي.